السلام عليكم ورحمة الله. ولأنه كل ما يبدأ باسم غير اسم الله ناقص، فبسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض فيديو جديد إزاي نثبت حزمة مايكروسوفت أوفيس 2024. تابع معايا الشرح. قبل ما نعمل أي حاجة لازم تتأكد إن مفيش أي إصدار من الأوفيس موجود عندك على الجهاز، ولو كان في أي إصدار موجود لازم تلغي تثبيته. هتيجي كده تروح على السيرش وهتكتب كنترول بانل وبعدين تضغط عليها بالشكل ده، وتيجي من هنا وتضغط على انستول ا بروجرام. هنا هيفتح لك كل التطبيقات اللي موجودة عندك على الجهاز. لو لقيت هنا مكتوب مايكروسوفت اوفيس او اي حاجة بتدل ان في حزمة مايكروسوفت اوفيس موجودة عندك على الجهاز لازم تلغي تثبيتها. هتيجي عليها كده بالشكل ده وليكن ان دي حزمة مايكروسوفت اوفيس، وبعدين تضغط عليها كليك يمين وبعدين تعمل لها انستول الغاء التثبيت عشان ما تتعارضش مع الحزمة الجديدة اللي هنثبتها. في حالة لو حصل مشكلة معاك ومعرفتش تلغي تثبيت الحزمة اللي موجودة، انا هسيب لك شرح للبرنامج ده في وصف الفيديو، خش اتفرج عليه هتعرف ازاي تحذف اي برنامج موجود عندك. بعد لما تتأكد خلاص ان مفيش اي حزمة مايكروسوفت اوفيس موجودة عندك على الجهاز، هتيجي تفتح اي متصفح موجود عندك بالشكل ده، وبعدين هتيجي في السيرش وهتكتب اوفيس ديفلوبمنت تول، وبعدين هتيجي تخش على اول نتيجة بحث ظهرت معاك. هتيجي من هنا وتضغط على داونلود عشان تحمل الأداة الخفيفة دي، هي حجمها تقريبا 3 ميجا مش كبيرة. بعدين هتيجي تاخد الأداة دي كده قط أو كوبي وتحطها معاك على الديسكتوب. بعدين هتيجي تنشئ فولدر جديد هنسميه اوفيس مثلا 2024. بعدين هتيجي تفتح الأداة بالشكل ده وبعدين هتحدد الأوبشن ده هتفعله كده وبعدين تضغط على كونتينيو. هتيجي من هنا وتحدد الفولدر اللي احنا لسه عاملينه على الديسكتوب ده اللي هو اوفيس 2024. هتضغط على الديسكتوب وبعدين هتلاقي الفولدر ظاهر لك بالشكل ده، اهم حاجه تحدده كده وبعدين تضغط على اوكي. لو جيت فتحت الفولدر كده هلاقي الاداه سابت لي الملفين دول. دلوقتي كل المطلوب منك هتروح تاني على اي متصفح موجود عندك على الجهاز وهتيجي في السيرش وتكتب اوفيس كاستمايزيشن تول، وبعدين هتيجي تخش على اول نتيجة بحث ظهرت معاك. هتلاقي هنا بيقول لك حدد انت الجهاز بتاعك 32 بت او 64 بت. لو مش عارف هتيجي هنا في السيرش وهتكتب about وبعدين هتفتحها بالشكل ده. هتيجي من هنا عند السيستم تايب هتلاقيه بيقول لك الجهاز بتاعك 64 او 32. انا بالنسبة لي جهازي 64 بت فهرجع تاني واحدد 64. لو جيت نزلت لتحت شوية هتلاقي هنا بيقول لك سيلكت اوفيس، حدد اصدار الاوفيس اللي انت محتاجه. احنا بالنسبة لنا هنسطب اوفيس 2024، فهتيجي هنا على اوفيس ال تي اس سي بروفيشنال بلس 2024 وهتختارها بالشكل ده. هتيجي تنزل لتحت شوية هنا بيقول لك حدد التطبيقات اللي انت محتاجها تنزل مع الحزمة دي. انا بالنسبة لي هسيب الحاجات الاساسية زي الاكسس والباوربوينت والوورد والاكسل، وهاجي على الباقي ده كله كده وقفه مش محتاجه. لو انت محتاج حاجة منه ممكن تسيبها متفعلة مفيش مشكلة. وبعدين هضغط على نيكست. هنا بيقول لك سيلكت لانجويج، بيقول لك حدد اللغة اللي انت محتاج الاصدار ده ينزل بيها. طبعا موجود اللغة العربية تقدر تختارها بس انا هختار اللغة الانجليزية. وبعدين هتيجي تضغط على اكسبورت هيفتح لك النافذة دي. هتيجي من هنا وتختار الاوبشن اللي هو اللي في النص ده وبعدين تضغط على اوكي. وهتيجي من هنا وتحدد الاختيار ده وبعدين تضغط على اكسبورت. وبعدين هتيجي من هنا وتضغط على كيب، ممكن يبدأ معاك تحميل على طول بس لو ظهرت دي هتضغط على كيب. هتلاقيها نزلت معاك بالشكل ده. هتيجي تاخدها قط كده وتروح للفولدر اللي احنا لسه عاملينه وتحطها هنا. دلوقتي كل المطلوب منك هتيجي تاخد الفولدر ده بالشكل ده كده قط او كوبي وبعدين تخش على كورس السي وتبدأ تحطه هنا بالشكل ده. بعد ما تحط الفولدر بالشكل ده هنا في كورس السي هتيجي تفتحه بالشكل ده وبعدين هتيجي على الشريط اللي فوق ده كده وهتضغط عليه هيتحرر معاك. بعدين هتيجي تاخد المسار ده كوبي بالشكل ده. احنا دلوقتي يعتبر خلاص خلصنا. هتيجي من السيرش من تحت من هنا وهتكتب سي ام دي وبعدين هتيجي تشغل موجه الأوامر كمسؤول، هتضغط على run as administrator. دلوقتي هتيجي تكتب سي دي وبعدين تسيب مسافة وبعدين تضغط كليك يمين من الماوس أو تضغط كنترول مع حرف ال V عشان تحط الأمر اللي معاك وبعدين تضغط على انتر. وبعدين هتلاقيني سايب لك الأمر ده في وصف الفيديو، هتاخده كوبي بالشكل ده وبعدين ترجع ليه موجه الأوامر وهتضغط كليك يمين من الماوس أو هتيجي تضغط كنترول مع حرف ال V عشان تعمل بيست للأمر اللي معاك وبعدين هتضغط على انتر. هتلاقي واجهة تحضير مايكروسوفت ظهرت معاك بالشكل ده. دلوقتي هو بيجهز ان هو ينزل لك حزمة مايكروسوفت اوفيس. دلوقتي خلاص تقدر تقفل الكوماند بار، ما عدناش محتاجينه. طبعا الموضوع ده بيتوقف على سرعة الانترنت عندك، كل ما كان الانترنت كويس فالموضوع مش هيغيب معاك وهتلاقي الحزمة نزلت معاك بسرعة. وكمان دلوقتي تقدر تيجي على التولز اللي احنا لسه منزلينها على الشاشة عندك دي تقدر تمسحها، ما عدناش محتاجينها. هتلاقي واجهة التحضير اختفت عندك بالشكل ده وبعدين هتظهر لك على طول واجهة التحميل. طبعا الموضوع ده زي ما قلنا بتوقف على سرعة الانترنت عندك.
بعد ما يخلص معاك تحميل بالشكل ده هتيجي من هنا وتضغط على كلوزد. خلاص كده حزمة مايكروسوفت اوفيس نزلت معانا بنجاح. لو جيت كده على الديسك توب وضغطت كليك يمين في اي مكان وبعدين عملت نيو، هلاقي كده كل برامج الاوفيس ظهرت معايا بالشكل ده: اكسل، باوربوينت، وورد او اكسس. كل برامج الاوفيس اللي احنا حددناها نزلت معانا. لو جيت كده مثلا فتحت الاكسل هتلاقيه شغال معاك بالشكل ده، مفيش اي مشكله وزي الفل. لو جيت هنا بيقول لك ان الحزمه اللي نزلت عندك مايكروسوفت اوفيس ال تي اس سي بروفيشنال بلس 2024. بس ده كان شرح النهارده، يلا سلام، اشوفكم فيديو جديد.